النهاردة احنا موجودين معاكم في سوبوت. اهلا السلام وسهلا عليكم. بيكم احنا النهارده في في مطعم قناتكم هنا قناة في المهاجر. فيرجينيا على البحر، منظر جميل جدا. اتمنى ان هو يعجبكم ان شاء الله. مرة تانية هنا منظر المطعم ده من فوق، بجد منظر جميل جدا جدا جدا. احنا نازلين هنا دلوقتي. المطعم ده مطعم بحري واثري من زمان. شايفين دلوقتي المكان هنا بيقدم المأكولات البحرية. ده صورة هنا لصاحب المطعم من زمان، الأسرة بتاعته. هنا دبلوم أو الشهادة بتاعته الموجودة هنا. ده الشكل عامل ازاي هنا. بعد صور الفنانين اللي موجودين، صورة هنا الفنانين اللي كانوا موجودين اللي حاضرين هنا. وده هنا مرة تانية صور بعض الفنانين اللي موجودين اللي جم حاضروا هنا. روبرت ماكوفيتش ده رحالة معروف هنا بحري، مسلسل موجود. ده هنا رئيس جدنيا، كان هو المحافظ. دلوقتي أنا معاكم دلوقتي بفرجكم دلوقتي المكان من هنا. ده المنظر بتاع المطعم اللي موجود من فوق. ده الاسم والمكان بتاعه. ده مكان موجود هنا على البحر في منطقة اسمها أوروفا. مكان جميل جميل جدا. هنا منظر البحر، خدكم جولة دلوقتي على البحر هنا. ده المنظر فوق للمطعم برضو من فوق. ده التراس اللي موجود هنا. الناس دلوقتي بالظبط في منظر هنا على البحر بتحاول تستجم. وده هنا المنظر من فوق جميل جدا جدا جدا. هنا مرة تانية دلوقتي منظر هنا. ده زي البريدج او الكوبري اللي موجود هناك دوت، الناس بتتمشى عليه. ده منظر المركب هنا موجود. ده مركب من المراكب اللي موجودة برضه هنا، تطلع الصبح عشان تصطاد في السمك وترجع. مرة تانية زي ما قلت لحضراتكم، لو مشيت دلوقتي الصبح كان درجة الحرارة عبارة عن برد ورعد، ودلوقتي المكان هنا. ده المنظر من فوق زي ما قلت لحضراتكم بتاع المطعم أو التراس. شكل جميل جدا. هنا مرة تانية معاكم دلوقتي ماشيين هنا. ده اللي فوق مطعم بحري زي ما قلت لكم بتاع أسماك مشهور، مطعم جميل جدا. هنا المنظر على البحر. درجة الحرارة دلوقتي حوالي 19 20 21. الناس دلوقتي هنا زي ما انتم شايفين قاعدين شوية هنا على البحر. ادي المنظر هنا. حاول اكون معاكم. المكان ده في منطقة اسمها أوروفا. المنظر بتاع البحر منظر جميل جميل جدا. مرة تانية دلوقتي هنا بنفرجكم المكان الموجود حاليا دلوقتي. هنا المكان برضه هنا بنفرجكم عليه. سنة هنا فوق 1885. عبارة عن بيت دلوقتي هنا موجود، كان إنشاؤه في 1885. ده المنظر بتاعه موجود حاليا. طبعا هنا موجود هنا ممنوع هنا مثلا الكلاب، او انت تمشي هنا حافي مثلا. ده عامل لك علامة هنا الصين بتاعها، ممنوع اصطحاب الكلاب او انت تمشي حافي. وده هنا فوق اسم المطعم أوروفسكا تافرنا. مكان جميل جميل جدا جدا جدا. الجو دلوقتي بدأ يتحسن شوية. ده هنا عربية موجودة. ده منظر تاني برضو لفوق، المكان من فوق. ده هنا برضو عبارة عن متحف ومدرسة للرسم برضو هنا بجانب هنا.
هنا الأشكال بتاعت يعني بتقسم هنا مثلا سمكة أو ناس هنا موجودين. ده متحف هنا. شايفين دلوقتي هنا برضو المكان هنا عامل ازاي. هنا زي تراس للبيت الموجود هنا. هنا منظر موجود هنا المكان. هنطلع فوق دلوقتي نراكم المكان من فوق عامل ازاي. هنا هنعمل المطعم مكان من فوق. ده هنا لسته هنا بتاعت المطعم، وهنا اليوم مثلا أكل. مكملين معاكم لسه لحد دلوقتي. هنا ده المكان، هنا ده الموجود هنا مثلا البيتزا أو المطعم الموجود. ده المكان دلوقتي من جوه عبارة عن مجسم. هنا المجموعة من التماثيل أو الأشكال الموجودة هنا. ده المكان ده اسمه أوروفا، هنا موجود في جدينيا، منطقة جدينيا. ده المكان من فوق. ده المكان دلوقتي. دي عبارة عن نافورة دلوقتي بتنزل المية. المنظر بتاعها جميل جدا. ما زلنا مكملين معاكم. هنا المنظر دلوقتي مكان منحدر للمياه. منظر درجة الحرارة دلوقتي الإنسان محتاج شوية مية زي دول كده. منظر زي ده جميل جدا، منظر كويس. أنا بجد بوصي كل إنسان إن هو يجي هنا إن شاء الله المكان ده اللي هو اسمه تافرنا. ده هنا جنبنا البحر. تافرنا أوروفسكا، اسمه تافرنا أوروفسكا. ده المنظر من بعيد. ده هنا عبارة عن حمام فلوس. هنا شايفين المنظر برضو. رحلتنا دلوقتي إن شاء الله هتقرب على الانتهاء. هفرجكم دلوقتي على منظر هنا للكوبري الخشبي اللي موجود ده. ان شاء الله دلوقتي اتمنى يكون الفيديو القصير ده عجبكم. ان شاء الله نعمل لايك واعجاب للفيديو ان شاء الله. نتمنى ان هو يعجبكم مرة تانية ان شاء الله. نتمنى ان يكون الفيديو ده عجبكم. ما تنسوش نفس اللايكات. ان شاء الله مرة تانية. هنا برضو احد التماثيل اللي موجودة هنا.